اي طفل صغير كان بيقرا هذه التفاصيل بيكتشف انه في فساد كبير جدا جدا في هذه الصفقه. والغيت الصفقه وانتصر يحيى حسين عبد الهادي على فساد عصر مبارك، واصبح من رموز محاربه الفساد في مصر. نفس الشخص يحيى حسين عبد الهادي كان في طريقه امس مع الدكتور الجليل عبد الجليل مصطفى في سيارته في شارع صلاح سالم، رايحين مقر حزب الامل تحت التأسيس عشان يتكلموا عن الفساد في بر مصر. وطبعا شارع صلاح سالم ده شارع زحمه جدا، فالعربيه بكل تاكيد توقفت في الزحمه، فظهر عدد من الرجاله خطفوا يحيى حسين عبد الهادي. اللي ما يعرفش دكتور عبد الجليل مصطفى راجل كبير في السن، مش هيقدر يقاوم كويس انه عارف يسوق العربيه اصلا، ربنا يديله الصحه طبعا. ويحيى حسين عبد الهادي تم تقديمه للنيابه، وتم ادخال تهمه جديده عليه، منها بقى تنظيمات سريه وكل الكوكتيل الذي تتخيله ولا تتخيله. لكن اهم شيء انه التحقيقات خدت رقم، والقضيه بقى ليها رقم، وبقى في قضيه حقيقيه بتواجه يحيى حسين عبد الهادي. لم يتحمل نظام عبد الفتاح السيسي ان يتحدث يحيى حسين عبد الهادي بحريه لمده سنتين. عبد الفتاح السيسي نفسه من سنتين كان عامل عفو الرئاسي عن يحيى حسين عبد الهادي، لانه راجل مستقيم ونظيف ومحترم وله اسم حقيقي في وسط المثقفين والناشطين والعاملين، وراجل مستقل، يعني لا مع حزب دول ولا مع حزب دوكها ولا مع اي حزب. طبعا الاستاذه جميله اسماعيل وحزب الدستور علقوا وقالوا ان طريقه القبض على يحيى حسين عبد الهادي تشير الى استمرار العداء مع الكل او مع كل اختلاف. اي شخص مختلف مع هذا النظام ايا كانت الطريقه او الوسيله، فالنظام بيتعامل معاه باختصار شديد، بكل عنف وبكل جبروت. في الحقيقه اعتقد ان كلمه جبروت هي الكلمه الاكثر مناسبه لهذا المشهد اللي فيه اختطاف، وفي الناس لابسه ملابس مدنيه بتخطف واحد في وسط الشارع. على فكره يحيى حسين عبد الهادي النيابه كانت وجهت له ادعاء او استدعاء، راح النيابه وكان عنده جلسه في المحكمه، وكان ينفع جدا جدا على فكره تستدعيه وتحبسه بدون كل الاكشن ده. ليه الاكشن؟ ليه الدوله بتعمل اكشن؟ هل لانه حسين عبد الهادي بيلبس مثلا بدله سوبرمان او بدله باتمان وبيختفي بالليل وما بتعرفش تمسكوه؟ لا. هل مثلا عنده فريق من الحراسه وناس شايله بوازيك وشوم وتخافوا منهم؟ لا. راجل فرداني ماشي لوحده غلبان زي اي مواطن مصري، زي بقيه ال 120 مليون مواطن مصري. انتوا بتعملوا كده علشان كارت الارهاب ده يصل لكل مواطن مصري. ابقى انا قاعد مش طايق الاسعار، ابقى انا زي السيده اللي واقفه بتتكلم على ازازه او علبه اللبن للاطفال ب 350 جنيه فمش قادره، تقول لك انا في مرتبي كام 350 جنيه علشان اجيب بيها لبن للاطفال فيحيا الطفل او ما يحياش بقى. لما تسمع هذا الخبر او اسمع هذا الخبر وهذه الطريقه يخافوا. على الاقل ده تصور الدوله اللي بتستغل الطريقه بتاعت افلام هوليود في خطف الناس. لما العصابات بتعمل كده في الافلام الناس بتبقى فاهمه ان دي عصابه. لما الدوله تعمل كده في الشوارع يبقى لازم الناس تتاكد ان اللي بيحكمنا عصابه، وان الصوره الذهنيه اللي الدوله دي عايزه تحطها على نفسها عند كل مواطن مصري، احنا يا جماعه عصابه وبنتصرف تصرفات عصابات. انا مش هناقشك في ماذا لو كان هناك مثلا، شوف انا هقول لك والله العظيم
يعني المشهد بتاع صلاح سالم ده، صلاح سالم ده شرق القاهره، في ضباط رايحه وضباط جايه وناس داخله المطار وناس خارجه من المطار واجهزه. يعني لو كان ضابط لا معاه اسرته وشاف هذا المشهد وما ترجمش ان هو مباحث وان الراجل اللي بيتقبض عليه، كان ممكن يحصل مشهد من اغرب المشاهد اللي ممكن تتخيلها في حياتك. الضابط العادي اللي هو لابس مدني لانه مع اسرته او لانه في راحته او لانه مروح او لانه رايح، ويلاقي ناس راجل بيخطفوا ناس بيخطفوا راجل، فينزل يتفاعل مع الموضوع، فيبقى مشهد مسيء زي كل شيء مسيء في مصر. كان الدكتور ايمن نور معانا انا واحمد العربي في مداخله من الاسبوع اللي فات او من 10 ايام، بيتكلم فيها عن وجود اتجاهين داخل الدوله المصريه، اتجاه مع الحوار الوطني واتجاه عايز يضرب الحوار الوطني. اعتقد المشهد اللي انتم بتسمعوا عنه النهارده بتاع يحيى حسين عبد الهادي بيؤكد كلام ايمن نور. مش بس كده، حط مشهد يحيى حسين عبد الهادي، وحط مشهد الصحفي بتاع الاهرام اللي اتخطف من البيت برضه، حط مشهد رسام الكاريكاتير، حط كل المشاهد دي هتلاقيها في اراده عند جهاز في هذه الدوله ان يقول يا جماعه احنا دوله قمع مش دوله حريات. يا جماعه انا ما عنديش حاجه اسمها، انا مش هينفع ابقى موجود يبقى عندي حاجه اسمها حريات وبتاع، انا راجل ديكتاتور وبحب الديكتاتوريه وعايز اثبت نظام ديكتاتوري باسوأ طريقه ممكنه. يعني هو مش يروح من المحكمه وبتاع، لا لا لا، انا عايز رجاله شداد عضلات ينزلوا يخطفوا الناس في الشوارع. انا عايز اثبت انه احنا نظام بيعتمد على نخنوخ، احنا منخنخين النظام، احنا معرجانين النظام، كل اللي الاعلام بيقوله ده صح، احنا عرجاني ونخنوخي ورجاله في الشوارع بتخطف الناس، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه الباب يوسع يفوت جمل.